الإنسان إذا مر بعسر لا يتصور أن الدنيا أطبقت بعد انسدت الأبواب بوجهه، لا ينهار، بالعكس، لأن الله عز وجل بالوقت اللي يوجد عسر بالحياة الله خلق يسرين. زين، فكأنه الآية تدعونا للتفاؤل، تقول الواحد من عندكم إذا مرت بي ضائقة لا تطبق عليه الدنيا، بحيث يتصور أن الدنيا بعد ما بها مجال إلى الفرج. لا، هذا تصور سوداوي. ويقول أحد الشعراء هي النفس إن جاشت تجيش عواطفا وتجمح أهواء وتطغو أمانيا، وإن ركدت خلت العوالم ركدا كأن السماء سدت عليها المجارية. يعني الواقع أن الإنسان بمجرد أن تمر بضائقة بناء خلاص الدنيا صارت سوداء بعينه. لا، يقول تفأل بالحياة، وما تدري أنت في أي لحظة يهبط عليك الفرج.